ليا، يعني في الشمال تطوان، مرتيل، في النضاق إلى آخره، طنجة، أصيلة، العرايش، وهناك مدن أخرى، وطبعا بعض المدن الداخلية العادية اللي ماشي لازم تكون حدا البحر. راه ماشي غير قبط وكري، شقة مفروشة أو بيت مفروش أو جزء من البيت مفروش، ماشي قبط وكري. تسرح في أجل ديال 15 يوم من اللي كريتي، من التاريخ اللي كريتي. أولا خص العقد يكون مكتوب ومصادق على التوقيع ديالك انت المكتري. واحد. جوج، تخصك في اجل 15 يوم من التاريخ اللي عقد سنيتي معاه، وقعتي معاه العقد، خصك تمشي لعند الشرطه وتصرح، ولا كان تابع للدرك الملكي تمشي عند الدرك الملكي وتصرح. كاين مجموعه ديال الناس عندهم شقق، وهاد الشقق مفروشه، كيكونوا شارينهم، ويمكن تيخلصوا فيهم شي مبالغ كتسالهم، مازال عندهم قرض كيخلصوا كل شهر واحد المبلغ معين. اذا كاين اللي كيغتنم الفرصه ديال هذا الصيف وتيقول علاش انا ما نكريهاش، تخلص لي بعدا غير شويه ديال المصاريف، ولا تخلص لي شويه ديال الاقتطاعات من القرض اللي عندي، وعلى اي نكمل بها شويه نتوسع بها. هادشي اللي يعني بهذه البساطه الانسان تيتصرف وبتلقائيه، تيقول انا هذه داري وريقاتي. إن شنو العيب؟ جا شي واحد غادي يكري 3 ايام، مرحبا بك. تنهضر على الناس اللي عندهم شقق في مناطق ساحليه، يعني في الشمال تطوان، مرتيل، في النضاق الى اخره، طنجة، أصيلة، العرايش، وهناك مدن أخرى، وطبعا بعض المدن الداخلية العادية اللي ماشي لازم تكون حدا البحر، او لا اقامات اللي كتكون يعني شي اقامه زوينه فيها المسبح، فيها يمكن قريبه من البحر الى اخره. اذا هو مبدئيا الانسان تيتصرف ببساطه، تيقول انا هذه داري، عندي وريقاتي، شنو ما كاين حتى شي مشكل. ولكن انا تنقول له لا، رد بالك، راه يمكن يكون مشكل. جوج ديال انواع المشاكل. اولا المشكل الاول هو ان راه ماشي غير قبط وكري، شقة مفروشة أو بيت مفروش أو جزء من البيت مفروش، ماشي قبط وكري. راه كاين إجراءات قانونية خصنا نحترموها، وكاين واحد الظاهر اللي كيرجع ل 1932، 11 يناير 1932. إلا كانت الذاكرة ديالي ما كتخونيش، دائما كندير تحفظ في التواريخ. الله يذكره بخير، واحد الأستاذ ديالنا كان تيقول لنا في السلك الثالث، كان تيقول لنا أنا لا أتكلم لغة الأرقام، فذاكرتي ليست بذاكرة الأرقام، ولكن أتكلم عن المبادئ والقواعد، فعذرا إن نسيت يعني تواريخ. وتحياتي إلى هذا الأستاذ ديالي، إنه لن أنسى ما أسداه لي من خدمة وعمل وتفاني والتزام ومسؤولية، وتعلمت منه الكثير الكثير الكثير، ولست الوحيد الذي تعلم منه، ولكن تبارك الله هذاك تخرجوا على يديه الآلاف ديال الطلبة في كلية الحقوق. الله يجازيه بخير والله يشد له في صحيحته. إذن شنو الإجراءات القانونية التي خصنا نديرو؟ الإجراءات القانونية التي خصك دير هو أنك عندك خصك تسرح في أجل ديال 15 يوم من اللي كريتي، من التاريخ اللي كريتي. أولا خص العقد يكون مكتوب ومصادق على التوقيع ديالك انت المكتري. واحد. جوج، تخصك في اجل 15 يوم من التاريخ اللي عقد سنيتي معاه، وقعتي معاه العقد، خصك تمشي لعند الشرطه وتصرح، ولا كان تابع للدرك الملكي تمشي عند الدرك الملكي وتصرح. وشنو كاين في هذا التصريح؟ كتعطيهم جميع المعلومات التي تتعلق بك وبسكنك وبالمكتري. والمكتري هل له التزامات؟ نعم، المكتري ايضا له التزامات. ملي يكري خصو يمشي يصرح عند الشرطه او عند الدرك الملكي على حسب الاختصاص، حتى هو يقول لهم راني كريت، ولكن هو عنده 24 ساعه باش يصرح. المكري عنده 15 يوم، المكتري عنده 24 ساعه. اذن هذا اجراءات قانونيه خصك تحترمها. مسطره، ها انت دابا هذه ما كيديروهاش الناس، ولكن اللي اصعب من هذا واللي ما كيعرفوش الناس هو اللي كيكري، ولكن كتحول هاد الفتره اللي هو قال انا بغيت نعاون راسي ونخلص الطريطات اللي عليا بهاد الكرا، كتحول الى مأساة، الى كابوس. تقول لي كيفاش جاب كابوس؟ نقول لكم كاين الناس اللي هما بحسن نيه كيجيو كيقلبوا على الكرا وتيقول لك هاد الكرا هذا بلدي
حنا عاوتاني في التبلديات دائما احسن من يمشي الفندق اغلى، هذا رخص. اذا ما مشيش الفندق غادي يمشي يكري هنا، اذا كيجيو حويجاتو وليداتو تيكريو، الناس حسن النيه ما كاين حتى شي مشكل. ولكن كاين الناس اللي هما عندهم سوء نيه، هو اللي كيهرب من جريمه، هو اللي كيهرب من متابعه، هو اللي تيكون كيشارك في شي شبكه ديال الدعاره، في شي شبكه ديال ترويج المخدرات، في شي شبكه ديال الارهاب، خليه ديال الارهاب، وانت ما فراسك ما يتعاود، وانت كتعطيهم المحل ديالك، السكنه ديالك، باش يهيئوا ويوجدوا ويديروا شي امور، او على الاقل يتخبعوا حتى ما داروا حتى شي حاجه. اذا ملي كنعرفوا هاد الناس ونعرفوا بانهم كان ساكن عندك، عرفتينا ما لقيناكش انت داير التصريح اللي تكلمت عليه قبيله، كنفترضوا فيك المساهمه والمشاركه، المساهمه او المشاركه، من بعد عاد نبحثوا واش المساهمه فقط او حتى المشاركه. غادي تقول لهم لا لا انا والله الا كريت لهم، انا ودي عندي واحد الطريطات وبغيت، لا مشى الحال. درتي تصريح عند السلطه، الشرطه، الامن الوطني، لا. درتي للدرك الملكي، لا. درتي للضرائب، لا. وكيفاش تقول لي انت غير كريتي لهم؟ علاش ما طبقتيش القانون؟ اللي كيطبق، اللي كيكون غير كرا كيطبق القانون، وكترجع انت طالع وهابط، وممكن يتم الاعتقال ديالك احتياطيا، وكتعرفوا هاد المساطات يمكن لهم يطوالوا، وانتيا في المشاكل باش تثبت حسن النيه ديالك، وباش تثبت فقط بانك ساذج وبانك مقصر ولم تحترم فقط اجراءات الكراء في هذا العقد فقط، وانك ما دخلش معهم وما كتعرفوش ما عندكم بهم حتى شي علاقه. اما الا كانت شي صدفه ان تصابت بينك وبينهم شي علاقه، ولو ديال القرابه، ولا شي نهار تلقيتي في شي بلاصه، ولا تصورتي معاه في شي نهار وانت ما كتعرفوش، غير علاقات دازت، غادي ترجع انت كذاب، انت مساهم ومشارك وكذاب، وتتخدعنا وتتموه القضاء وتتموه العداله وكتضحك علينا. اذا ردوا بالكم، راه هذاك الشيء اللي كيمشي كيقول لك عن رخصو تخلي نصو، ما تخليش نصو، غتخلي حريتك وتخلي مستقبلك، ويمكن تاثر به، تاثر مزيان في المستقبل. فلهذا ردوا بالكم. انا عرفتكم كتبغيو تقتصدوا وتقولوا لا هاد الفلوس داخله، ولاش نمشي نصرح في الضريبه، هذا راه غير يومين عنده، كاين عندي يومين، هذا 500 درهم الليله، 500 الف درهم صافي، شفت انت الله يهديك اش غادي ندير. ردوا بالكم، هذيك ال1000 درهم كيمكن لها ترجع عليكم بشي حاجه ثقيله. وسولوا اللي عاش هاد التجربه اللي تنقول لكم، سولوه هو يعاود لكم، يقول لكم الله ينعل هاد ال1000 درهم اللي انا غادي نتكرفس عليها وشفت عليها هادشي كله شفتو. ردوا بالكم، ان بداو تاخذوا التدابير ديالكم واحترموا هذه الاجراءات باش تحميوا نفسكم وتحميوا الاغيار. انا طبعا ما بغيتش نكثر عليكم الاجراءات، لان هذاك المول اللي غيكري راه تكون عنده واحد السجل كيتسمى سجل المسافر، وتكون عنده واحد الورقه، واحد الاجراءات اخرى كثيره. انا دابا غير بسطت عليكم غير باش تحميوا نفسكم وديروا تصريح، راه يمكن يدخلوا لهذه الاجراءات